تعرفي ان الاورام الليفيه منتشره بين الستات بنسبه من 20 ل 80%؟ ده في دراسه امريكيه بتقول ان عدد الستات البيض الامريكيات المصابين بالاورام الليفيه تتعدى ال 70%، بينما الستات ذو البشره السوداء بتتعدى نسبه 80%. وبعض الدراسات بتقول ان النسبه المشخصه دلوقتي مش النسب الحقيقيه، وان النسب الحقيقيه اكتر بكتير، بس هم لسه ما تشخصوش. وده معناه ان من نص لثلاث ارباع ستات العالم مصابين باورام ليفيه. الاعداد دي بتختلف على حسب العرق والمنطقه الجغرافيه. طيب ايه هي اصلا الاورام الليفيه واسباب ظهورها وازاي نعالجها او نقي نفسنا منها؟ سبب الظهور لحد دلوقتي غير دقيق، بس في دراسات بتقول ان زياده هرمون الاستروجين والبروجسترون ممكن يكونوا سبب، او ان في تاريخ عائلي مصاب بالاورام الليفيه، زياده كتله الدهون في الجسم وبالتالي زياده الوزن بشكل عام. ايه الاصول؟ وللاسف الاصول الافريقيه من اكتر الاصول اللي بتصاب بهذا النوع من الاورام. طيب ايه هي اعراض ظهور ورم ليفي؟ الم في اسفل الحوض والبطن، نزيف في فتره البيريود او ان فتره البيريود تزيد عن اللي انت متعوده عليه، شعور بالضغط على المثانه او كثره التبول او عدم القدره على التبول. امتى بنحتاج علاج وامتى لا؟ في معظم الحالات بيكون مجرد المتابعة هو أفضل حاجة ومش بناخد أي دواء أو بنعمل عملية، لكن في بعض الحالات الأخرى بيكون التدخل الجراحي أو الدواء الهرموني هما أحد طرق العلاج على حسب حجم الورم ومكان الورم. وفي بعض الحالات بعض الدكاترة بيرشحوا حل واحد مفيش غيره، وهو إزالة الرحم أو إن احنا نشيل الرحم، والحل ده دكاترة كتير جدا بتستسهله. وخطورة إزالة الرحم مش في العملية نفسها وهي عملية بسيطة، لكن انت بتعيشي بقية حياتك من غير هرمونات أنوثة، وده بيسبب لك مشاكل كتير. الحل ده نحاول على قد ما نقدر نشوف له بديل زي إزالة الورم ده بالمنظار. طيب هل ممكن الوقاية من هذا النوع من الأورام؟ لحد دلوقتي مفيش طريقة مؤكدة تحمينا من الإصابة بهذا النوع من الأورام، بس هقولك بعد بحث ودراسات كتيرة جدا قريتها ايه ممكن تكون افضل حاجات نعملها عشان نقلل احتمالية الاصابة او نقلل الاعراض لو هي بالفعل عندنا. اول حاجة نقلل من التوتر والقلق، لان التوتر والقلق بيعلوا هرمون الكورتيزون، وهرمون الكورتيزون لما هيعلى هيزود الاستروجين وهيزود سكر الدم، والكبد مش هيقدر يتخلص من الاستروجين الزيادة وهيسبب لنا مشاكل زي ظهور الاورام الليفية. تاني حاجة اهتمي بجودة نومك، لازم تنامي من 6 ل 8 ساعات في أوضة مظلمة وقت الليل. يجي للفيتامينات، في دراسة حديثة بتقول ان نقص فيتامين د ممكن يكون سبب ظهور الأورام الليفية، فممكن تاخدي 1000 وحدة دولية كل يوم من فيتامين د، وتتعرضي للشمس بتاعة الصبح بدري او وقت العصار. وعشان تبقي فاهمة ايه علاقة الشمس بفيتامين د، فيتامين د بينشأ لما جلدك يتعرض للشمس ويحصل احساس بالحرارة، فحاولي على قد ما تقدري تقعدي في مكان تقللي فيه لبسك، تعرضي جسمك للشمس. طيب ايه الأطعمة اللي يستحب ان احنا ناكلها والأطعمة اللي يفضل ان احنا نقلل منها؟ الأطعمة اللي يفضل ان احنا نقلل منها هي الألبان. دي قضية كبيرة جدا. كل الألبان اللي موجودة في السوق المعلبة هي عبارة عن لبن بقري مش لبن جاموسي، واللبن البقري مليان كازين، ده غير ان في مشاكل كتيرة جدا بتأثر على هرمونات الستات. حرصي ان انت تشتري اللبن الجاموسي مش البقري. قلل من اللحوم الحمراء، نقلل من الدهون الحيوانية زي الزبدة والسمنة البلدي، السكريات المكررة، النشويات والكربوهيدرات، منتجات الصويا ودي بيستخدموها بكثرة في كل اللحوم المصنعة. محتاجين نركز عليه في أكلنا. كتري من الخضروات والفاكهه ونوعيها، بالذات الخضروات الورقيه والخضروات الصليبيه، البروكلي والكرنب والقرنبيط، لانها بتحتوي على مركبات بتدعم تقليل الاستروجين وتقليل الالتهابات في الجسم. الشاي الاخضر والماتشا فيهم مركب اسمه ECGC. المركب ده بيقلل نمو الخلايا بتاعة الأورام الليفية وبيقلل تكوين البروتينات اللي بتكبر الأورام الليفية. وفي دراسات بتقول إن الناس اللي خدت المركب ده لفترة طويلة قلصت أو صغرت من حجم الأورام الليفية، ودي حاجة مفيش أي دواء بيعملها للأسف. القهوة كفاية جدا كوباية قهوة في اليوم قبل الساعة 12، وده لتأثير القهوة على الكورتيزون وعلى الاستروجين، والكبد ما بيقدرش يتخلص من الاستروجين.